متابعيني الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بوصفه جديده، اقتصاديه سهله، مش هتاخد معانا وقت خالص. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجه معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، دول 3 كوبايات مج الشاي العادي، وعليهم 3 كوبايات من الميه. يلا نشوف هنعمل ايه. يلا اللي عرف هنعمل ايه يكتب لي في الكومنتات، واحنا بنحضر كده الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هجيب الخلاط بتاعي، هنزل فيه 3 كوبايات من الميه، انا معايراهم 3 مجات. خلاص. وعليهم هحط 3 كوبايات من الدقيق، نفس معيار الميه هو نفس معيار الدقيق. هنضيف عليهم ايه بقى؟ يلا هنضيف عليهم نص معلقه من الملح، نص معلقه ملح اهو، نص معلقه ملح. وهنضيف لكل كوبايه من الدقيق معلقه من الزيت، كل كوبايه من الدقيق اهو معلقه زيت. بسم الله. يعني كده هنضيف 3 معالق زيت كده يدلق معانا اهو، 2 3 بس مش اكتر من كده. يلا نضربهم مع بعض ونشوف النتيجه هتطلع ايه. بص حبايب قلبي، انا كده ضربتها اهو. بصوا، عايزه اوريكم القوام بتاعها عامل ازاي في الخلاط اهو. بصوا شايفين عامله ازاي؟ مش هقول لكم فضلوها في حاجه او كده، لا، انا هقفل عليها غطا الخلاط كده. خلاص بقت جاهزه عندي للعمايل، بس عشان تطلع معانا ناجحه جدا. خلاص انا سايباكم لاخر الفيديو عشان تخمنوا وتقولوا احنا هنعمل ايه. عايزه بقى كل متابعيني وحبايبي يكتبوا لي في التعليقات انا بعمل ايه. خلاص. يلا كده مش هقول لكم على اسمها غير في اخر الفيديو خالص، عشان اشوف متابعيني الحلوين اللي بيتابعوني. هسيبها كده، نسيبها بقى نص ساعة، نسيبها ساعة، ربع ساعة، نسيب. احنا مش حاطين خميرة ولا اي حاجة، هنسيبها كده شوية لحد ما ايه ترتاح عشان تدينا نتيجة كويسة. خلاص. يلا بقى يا حبايبي نشوف هنعمل في الخليط اللي احنا عملناه دوت هنعمل فيه ايه. انا سبته اختمر شويه اهو، ترتاح العجينه، ارتاحت. ماشي. بصوا بدات تطلع، مع اني مش حاطين خميره ولا حاجه، بس بدات تطلع فقاعات. خلاص. ها لحد كده حد عرف هنعمل ايه ولا لا؟ يلا اكتبولي في الكومنتات قبل ما اقول لكم هنعمل ايه. مستنيه تعليقاتكم وتقولوا لي هنعمل ايه. بعد كده بقى يلا نشوف هنعمل في العجينه دي ايه. هنجيب طاسه كده تيفال، ماشي، جرانيت، ندهنها كده برشه من الزيت، بس مسحه بسيطه كده، وايه نمسحها بالمنديل. خلاص. وما نرميش المنديل، هنحتاجه تاني في كل مره. انا مسحتها اهوت بالزيت. يلا نشوف هنعمل ايه. بعد كده اجيب بقى ايه شفشق الخلاط، وهنزل عندي كده بسم الله اهو بشويه من العجين، وامشيهم كده على الطاسه، افردهم فيها كده. خلاص اهو افرد كده للاخر. ها كده عرفتوا هنعمل ايه؟ يلا يا حبايبي اكتبولي في الكومنتات. خلاص. اهم حاجه نهدي النار عندنا. خلاص نهدي النار. اول ما تبدا عندي الحروف شايفين عامله ازاي؟ عايزه اقرب لكم الكاميرا. شايفين بدات تصفر وتنشف من الجناب، وفي النص لسه طريه، هتفضل كده لحد ما اللي في النص دوت هيستوي. اول ما اعمل كده احس ان الجناب بتاعتها ثابت من الطاسه وبدات تتحرك، هقلبها على الوش التاني. بصوا يا حبايبي بدأت تطلع من الجناب ازاي، شايفين اهو؟ بصوا بعمل كده، بصوا بتتحرك ازاي. هاخدها بقى كده بالراحة اهو بالسباتشولا بتاعتي كده اهو، وهقلبها على الوش التاني. خلاص اهو لحد ما تاخد وش وتبدأ تتحمر شوية. ونراعي ان احنا نخلي الطبقة تكون رقيقة شوية، يعني ما نخليهاش تخينة عشان نقدر نتحكم في السندوتشات بتاعتنا. خلاص نعمل طبقة رقيقة جدا.
بصوا يا حبايبي كده خلاص اهي على الوشين اهي، بقت جاهزه معايا اهو. بصوا اهي على الوشين، هطلعها بقى كده اهو. شايفين الشكل عامل ازاي؟ وهنعمل كمان واحد. هنجيب المنديل بتاعنا اللي هو فيه زيت، هنمسح برده كده مسحه بسيطه الطاسه خلاص، وهننزل بشويه من الخليط بتاعنا، والراعي يكون حبه قليلين في النص كده، افضل امشي بيهم كده لحد ما يوصلوا للطاسه بتاعتي. خلاص لقيتها شويه صغيرين، انزل بحبه كمان. خلاص اهو عملت واحد تاني اهوت. هخلص بقى الكميه اللي عندي كلها وارجع لكم تاني بعد ما اخلص. بصوا يا حبايبي كده خلصت عندي كميه اللي احنا عملناه مع بعض اهو. بصوا شايفين الجمال؟ بصوا دوت بقى، قولوا لي بقى في الكومنتات ده انتوا هتسموه ايه. شايفين العجينه عامله ازاي؟ طريه ودايبه عامله ازاي؟ بصوا تنفع بقى لاي حاجه. احنا هنعمله طبعا هنشيله في الفريزر، وهعمل معاكم فيديو تاني هنعمل بيه السندوتشات بقى، هنعملها بطرق مختلفه وهنشوف هنعملها ازاي. خلاص يلا يا حبايب قلبي، انتظروني في وصفه جديده بفكره جديده. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.